رمضان كريم. النهارده عايزة أتكلم عن إيوحة. مين إيوحة دي اللي كل القبط مسلمين ومسيحيين احتفظوا باسمها أو حفظوا اسمها في وعيهم الجمعي في أغنية بسيطة جدا بتتكرر كل سنة لمدة 30 يوم، طبعا احتفالا بشهر رمضان وكمان إحياء لذكرى إيوحة. بس قبل ما اتكلم عن يوحا كنت عايزه اوضح لحضراتكم معنى الوعي الجمعي اللي قلته من شويه واللي هتلاقوني بقوله باستمرار. الوعي الجمعي ده ببساطه هو معناه العادات والتقاليد والادب الشعبي والكلمات المتوارثه لاي شعب ما. الشعب ده بس هو اللي بيفهم معنى عاداته وتقاليده دي وأمثاله الشعبية دي والكلمات المتوارثة عنده دي، حتى وإن ما كانش عارف أصولها البعيدة دي إيه. لأن في حاجة جوه الشخص ده اللي هو من الشعب ده مثلا بتخليه يفهم معنى الكلمات ديت، معنى العادات والتقاليد دي، آه، معنى أو إيه المقصود من المثل الشعبي ده. زي مثلا في مصر عندنا عادة ختان الذكور آه، للقبط كلهم مسلمين ومسيحيين، كله بيختن الذكور. مثلا الأمثال الشعبية مثلا كفاية من الدست مغرفة، من الكلمات قمر العيش، بخ، عو، انبوب، برجلاته، ام الشعور. يعني كلمات كتيره جدا المصريين بس هم اللي بيفهموها او بيفهموا مدلولها، وان كانوا ما بيفهموش اصولها اللغويه دي. وعلى قد اهميه الوعي الجمعي ده على قد خطوره احتقاره او تهميشه. ومره ربنا يسهل لازم نتكلم مره عن الوعي